مصيبه عملتها في 2015. السنه كلها مصايب، مش محتاجه ان احنا نعمل مصايب تاني يعني نصبنا على ناس وبس كده كفايه قوي. خطبت طبعا في 2005 بس دي مش مصيبه بالنسبه لي يعني. نمت وما حضرتش امتحان التاريخ وشلت الماده. واحد صاحبي كان بيتكلم واحده وعلقتها منه. جبت عربيتي توتال لوس. بالنسبه لي مصيبه اني مروح في المترو. حوار كده ما بين واحد وواحده، فدخلت ما بينهم فالموضوع كبر وكان حوار اسلحه وكده. ان انا سرقت على مفتاح العربيه بتاع خالي في مره وكنت قاعد اشملها له، خبطتها خبطه كبيره وكسرت الازاز اللي ورا وبوظت الشنطه بتاعت العربيه. كنت عطشان جدا في الكليه وبتاع، المهم رحت سرقت ازازه ميه معدنيه وشربتها. نسيت الاكل اتحرق، كنت اولع في البيت كله وخليتهم يطلبوا دليفري ودفعوا فلوس كتيره بقى. قالوا لي انتي ما تخشيش المطبخ تاني بس. انت عايز مصايب؟ يعني مصايب عايز اعملها؟ ما كده المصيبه تتعمل في نيو يير. هنقضيها بقى شرب وسجاير وحشيش وكله على الملأ العام اهو. ممكن الجواز يبقى مصيبه في 2016. يعني هولع في العماره كلها بقى، مش تبقى شقه بس. ربنا يسهل وما يحصلش مشاكل بقى ونعمل مصايب براحتنا يعني. هنظبط يعني حاجه كده مقلب لاصحابنا يعني كده. ربنا يسهل ان شاء الله كده، واحنا اللي نعمل مش يتعمل فينا. يا باشا طالما ربنا مدينا الصحه نعلق، ما نعلقش ليه؟ إذ ربما يكون العام الجديد جاي علينا بخير، نستقبله بكل خير. ان احنا ان شاء الله نحتفل بالدوري تاني كزملكاويه، بس طبعا احتفال هيبقى هيفجر مصر كلها ان شاء الله اسرق بقى زيت اللي هي كولا بقى ومريندا وكده، يعني ان شاء الله لتر.